السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ مبدئيا انا اسمي علاء جلال. اهلاوي جدا. متابع جيد للكوره يعني لحد ما. آه حابب في البدايه كده اشكر مجلس اداره نادي الزمالك، او مجالس ادارات نادي الزمالك كلها. الحقيقه يعني انتوا هتقولوا انت اهلاوي وبتشكر مجلس اداره الزمالك. انا عايز اشكر مجلس اداره نادي الزمالك بصراحه، على اللي قدموه لينا خلال السنين اللي فاتت دي. مجالس الادارات كلها بتاعت نادي الزمالك من ناحيه الصفقات اللي احنا عملناها للنادي الاهلي. طبعا حابب اشكر كابتن محمود الخطيب على اللي عمله طول السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه ان شاء الله. ب- يعني بغض النظر بقى عن الصفقه اللي كانت هزت مصر سنه 2000، صفقه حسام وابراهيم. بس الصفقات اللي احنا عملناها كانت قويه جدا. يعني احنا طبعا خدنا لعيبه كتير من نادي الزمالك، بس احب اذكر يعني اللعيبه المهمه جدا اللي احنا خدناهم منهم. بدايه من كابتن مؤمن زكريا، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب. وكابتن آه، محمود كهربا. طبعا يعني ربنا ما فوقش في الاخر، بس كان في يوم من الايام نجم من نجوم النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي. وطبعا امام عاشور اللي ما لحقناش نفرح بيه. يعني انا مش جاي اضايق حد والله، ولا اقول كلام يضايق الزملكاويه، وهتعرفوا ده قدام. بس آه، يعني امام جه دب طخ، خدنا بطوله في الثانيه، كاس عالم، ثالث عالم بتاع. فيعني احنا ما بنلحقش نفرح يعني زي ما. ربنا يكون في عون كل الناس والله اللي يعني ما بتشوفش الحاجات دي. حابب طبعا صفقه زيزو. يعني بجد الاهلي فعلا اثبت ان هو قوي جدا في كل حاجه بقى، كل حاجه، اداريا وماديا ومعنويا، كل حاجه. وزي ما انت عايز تقول قول. لا بجد، صفقه في الجون. كابتن محمود الخطيب، شكرنا كابتن على الصفقه الجميله دي. وتعالوا بقى نروح لنادي الزمالك. يعني مش عشان انا اهلاوي والله يعني هفرح فيهم والكلام ده، لا بالعكس. انا عايز نادي الزمالك، عايز نادي الزمالك يبقى قوي. يعني انا عايز نادي الزمالك يبقى فيه منافسه زي زمان كده، والماتشات اللي انا هقابله فيها ابقى مقلق وخايف زي زمان، واشوف لعيبه حريفه بجد. هم فعلا كانوا الزمالك طول عمره نادي الفن، يعني فن وهندسه والكلام ده، دي حقيقه بتاعتهم. بس هم لازم يفوقوا يعني. كله بقى المنظومه كلها في النادي، جماهير بدايه من الجماهير، هم دول الاساس في كل حاجه. والاداره طبعا، الاداره الحاليه المفروض يعني الجماهير تطالب ان هم يستقيلوا ويعتذروا للجمهور، علشان خاطر هم فشلوا. كل الادارات اللي جت السنين اللي فاتت فشلت في اداره الكوره وفي اداره اي حاجه في اي حاجه، لدرجه ان هم مش لاقيين شركه او مصنع يصنع لهم الفانلات او التيشيرت بتاعهم. فطبعا يعني ربنا يكون في عونهم بجد. آه، في ناس تطلع تقول هم يستاهلوا وبتاع مش عارف ايه ولا هم مش كده. الحياه في مصر او الكوره في مصر هي اهلي وزمالك معروفه من زمان. فلازم الجماهير تغير عقليتها شويه، لان بجد انا بقعد مع ناس سواء بقى. يعني انا قعدت مع دكتور والله 50 سنه او معدي ال 50، وقعدت مع شاب صغير 18 20 سنه. هي نفس الكلام بيتقال، ونفس الدماغ ونفس التفكير ونفس العقليه ونفس كل حاجه والاداره بتطلع تبيع للجماهير اي حاجه. يعني هو ده اللي هم فالحين فيه بس. انما بجد لا يعني، المفروض انتوا كجماهير اقتنعوا بقى ان انتوا ايه، مركز تاني، وحاولوا تبقوا تروحوا للمركز ده وتحافظوا عليه من تاني. لان بجد احنا خايف. يعني انا واحد اهلاوي خايف في يوم من الايام ما الاقيش الزمالك تاني. انا بجد والله يعني أنا خايف في يوم من الايام اجي مش ما فيش زمالك، الاقيه في اخر الجدول، او نزل درجة تانية. ده ممكن يحصل، حصلت مع الترسانة والسكة الحديد والألمونيوم وإسكو وكذا نادي. ايا كان بقى، هم مش ما لهمش جمهور كتير، بس كانت انديه ليها وضعها وليها تقولها في الدوري. طبعا المفروض لا الجماهير تخلي بالها، تفوق شويه، تغير عقليتها. آه،
المجلس يستقيل ويقدم اعتذاره لنادي الزمالك، لجماهير نادي الزمالك، ان هو ما قدرش يحافظ على اللي موجودين، ومش قادر يجيب صفقات اللي هي، ومش قادر يجيب رعاة، ومش قادر حتى يحافظ على الشركة اللي بتنتج له التيشيرت بتاعه، آه، او يغير يشوف شركة تانية يتعاقد معاها. طبعا ربنا يكون في عونهم بجد والله. انا مش جاي اشمت في حد، او مش جاي اقول كلام يضايق الزملكاويه، لا بالعكس، المفروض انتوا تفوقوا وتبداوا من تحت، ويبقى في تكونوا مجلس جديد، او تكونوا ناس يعني يعني مجموعه تدير نادي الزمالك، يكون عندها فهم وعندها فكر، تغير من المنظومه كلها جوه النادي، وتبداوا بالناشئين، ويبقى في سكاوتنج، يبقى في ماركتنج كويس للزمالك. الزمالك نادي كبير، هو يعني انتوا بتقولوا اكبر قلعه وبتاع، بس بايه؟ لا، هو كبير بجمهوره اللي موجودين حاليا، هو تاني اكبر جمهور هو الزمالك، معروف، ومحدش بقى يقعد يدلس ويقعد يفتي ويقعد يقول احنا، لا احنا اكبر منكم، احنا بنفهم عنكم، لا. بسبب، بدليل ايه؟ قول لي انت دليل. اه، انت بتفهم كوره عني كاهلاوي بايه؟ بايه يعني؟ معلش، انت فين وانا فين؟ انت كجمهور انت فين وانا فين؟ حتى اللي ما بيفهمش هو متابع، يعني هو متابع وعارف وحافظ اسماء وعارف تواريخ وعارف حاجات. انتوا عشان بس يعني الناس بتبيع لكم الوهم ان انتوا احسن جمهور واعظم جمهور ووفي والكلام دوت، كل دوت بيع وهم وخلاص. انما على ارض الواقع انت محقق ايه كارقام؟ لا، انت بعيد، وهتفضل تبعد، وهيجي نادي بيراميدز يخش مكانك. لا طبعا، ده يعني انت المفروض ما تسمحش بحاجه زي كده. تمام. فتجيبوها من تحت بقى، تبداوا بقى من قطاع الناشئين عادي، حتى لو انتوا يعني بقيتوا مفرغه للانديه اللي في مصر، اهلي، اسماعيلي، مصر، اتحاد، الفرق الجماهيريه، تدوهم لعيبه، ياخدوا منكم لعيبه، يدفعوا لكم فلوس، تبداوا من الحته دي عادي، مفيش مشكله. يبقى عندكم لعيبه، وتجيبوا ناس كشافه زي زمان، او سكاوتنج، يكون يجيب لعيبه من الدوريات اللي تحت الدرجات الادنى، او يروح المحافظات يشوف، والاقاليم والدنيا، يشوف فيه لعيبه. اقسم بالله انا بلعب في خماسي، انا بشوف لعيبه بجد هي مش واخده الفرصه، او ما لقيتش حد يديها الفرصه. فلا، في اعملوا، اشتغلوا على نفسيكم، وحطوا خطه لمده 5 سنين كده، ان انتوا تحافظوا، تفضلوا على المركز التاني وتحافظوا عليه، وبعد كده يبقوا نفسنا بقى على الاول، انما انتوا بتبعدوا. ف كنت حابب ابدا بكده. مش عايز بس حد يزعل مني او يتضايق، بالعكس والله، انا بتكلم في مصلحه نادي الزمالك. يعني انا اهلاوي، في ناس هتطلع تقول انت مالك، زي ما انا كنت كده بتفرج على ماتش الكاس بينهم وبين بيراميدز، وفرحت لهم والله ان هم خدوا الكاس، قالوا لي انت مالك، مش محتاجين فرحتك وبتاع. لا يا جماعه بجد، انتوا مش هتبقوا موجودين بعد كده. فلا، فوقوا وغيروا عقليتكم. اداره، اي حاجه في الدنيا بتمشي كويس بتبقى ادارتها كويسه. الإدارة تيجي من الإدارة الأول، بعد كده قطاع ناشئين، يبقى فيه لعيبة كويسة. حتى لو أنت مش قادر تجيب لعيبة بملايين ولاعيبة أجانب والكلام دوت، هتلاقي عندك في الناشئين، وهتلاقي في المحافظات، وبلاش إلا ربع هتجيب، وهتلاقي لعيبة يعني معجونة كورة. بس دور كويس، خلي في ناس عندها ضمير بتحب النادي ده، تجيب لهم 5 6 لعيبة كل سنة، وببلاش، ومرتباتهم قليلة، وهيعملوا فرق، وهينافسوا، وهيبقوا كويسين، وهيتباعوا بعد كده، يجيب لكم، ده ادي مصدر دخل من الهوا. انت ما عملتش حاجه غير انك انت وعينت 3 4 ينزلوا يلفوا المحافظات، ما وراهمش حاجه غير ان هم يعملوا ده، يجيبوا لعيبه. الناشئين دخل لي ناس في اختبارات حقيقيه، بتفهم كوره، عيال صغيره طالعه 5 سنين و8 سنين و10 سنين، هي بتلعب كوره وليها ليه نظره بقى، واسسوهم صح، وهتلاقوا الدنيا حلوه، هتلاقوا الدنيا حلوه. انما اللي احنا شايفينه بيحصل ده بجد هيهد النادي، وانتوا بتنزلوا مش بتطلعوا. احنا في حته وانتوا في حته بسببكم انتوا كجمهور. انتوا لو انتوا كنتوا بتنتقدوا كل مجلس اداره بيجي يعمل حاجه غلط، ولا وقفوا عند حدك وهاجموهم على السوشيال ميديا، الحاجه القويه اللي تقدروا برضه حاجه ببلاش، ان انتوا ماسكين تليفونات تقدروا تواجهوا بيها، اعملوا ده. انما انتوا بتحبوا تمشوا كده وخلاص وراهم، ورا الكلام وخلاص. لا، ليه؟ احنا عندنا لما بنشوف حاجه غلط، كجمهور اهلي بقى، لا احنا بنشوف حاجه غلط بنقول لا للاداره نفسها، اللي هو كابتن الخطيب نفسه،
اللي هو اعلى واحسن حاجه جت في مصر في تاريخ الكره المصريه كلها. تخيل احنا كجمهور لما بنشوف في حاجه غلط مش عاجبانا بنقول له لا عليه. لما بنشوف لعيب المؤاخذه يعني بيلعب متخاذل ولا بتاع ولا كده بنديله وبيتعدل. انتوا لا، انتوا اللعيب جاب جون جونين ثلاثه هوبا بقى تعملوا تمثال. طب ليه؟ انتوا اللي بتعملوا كده في نفسكم. فغيروا عقليتكم وان شاء الله هتبقوا كويسين، وان شاء الله هتبقوا معانا في نفس الخط. ما تبعدوش. دي نصيحة والله بجد. لو فوقتوا واحد من 10 منكم فاق، هيبقى في فرق الموسم الجاي وهتعملوا أحسن موسم وهتعملوا حاجة كويسة وتبقوا انتوا حتى تحافظوا على المركز التاني اللي انتوا مش عارفين تحافظوا عليه. بس فإن شاء الله الدوري يبقى قوي السنة الجاية، ونشوف بقى إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هقول لكم الأهلي ماشي ازاي في المونديال بإذن الله. وهنتكلم في ارقام بقى وتاريخ وحاجات كده كتير عن اللعيبه اللي موجوده في السكور اللي موجود في المونديال دلوقتي. وان شاء الله دي الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. اتمنى بقى ان انتوا ايه تعملوا لايك وشير والكلام دوت وسبسكرايب وكده، بحيث ان احنا نكمل ونعمل فيديوهات تانية ان شاء الله تعجبكم باذن الله.